الدستور اللي المنشط الرئيسي بتاعها بكره القبض على حسين سالم في مدريد. وعشان اتاكد من هذا الخبر معنا الاستاذ والزميل ابراهيم قاسم كاتب الخبر بكره في صحيفه الدستور، لانه الحقيقه انا قريت الخبر ده اكتر من مره في الاسابيع اللي في الايام اللي فاتت دي. هل الموضوع فعلا تم ولا لا؟ وكانت روزا اليوسف نشرت هذا الموضوع من اكتر من مره، وبعض الصحف وبعض المواقع اكدت هذا الكلام. لكن الاستاذ ابراهيم قاسم ربما يكون عنده جديد. استاذ ابراهيم اهلا بيك. اهلا استاذ جابر، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. خبر القبض على حسين سالم صحيح؟ صحيح. هو كان في مصادر في الانتربول الدولي، الانتربول المصري قال ان هو تم القبض على حسين سالم النهارده امبارح فجر امس في العاصمه الاسبانيه، وتحديدا في مدينه مدريد يعني. وحاليا يتم انهاء اجراءات ملف استرداده الى الاراضي المصريه تمهيدا لتقديم المحاكمه مع الرئيس مبارك ونجلي علاء وجمال مبارك. طب اكد عليك استاذ ابراهيم، انت من مصادرك متاكد فعلا ان الخبر صحيح؟ انا اتاكدت بالفعل من دلوقتي من وزاره الداخليه، كانت مساعد وزير الداخليه للامن العام اكد بالكلام ده وقال اسمه مين يا استاذ ابراهيم؟ اسمه ايه مساعد وزير الداخليه للامن العام؟ اللي هو احمد جمال الدين. احمد جمال الدين. جمال الدين. انت حضرتك اتاكدت فعلا منه انه خبر القبض على المساعد بتاعه مجدي بيه الشافعي هو اللي اكد الكلام ده وقال ان هو تم بالفعل، وردت معلومات للواء احمد جمال الدين وانه تم بالفعل التاكد من الخبر، وحاليا جاري استرداده واعادته مره ثانيه لمصر ان شاء الله. اشكرك شكر جزيل زميلنا الاستاذ ابراهيم قاسم من صحيفه الدستور، كاتب خبر بكره بشان القبض على رجل الاعمال حسين سالم. اعتقد رجل الاعمال حسين سالم لو جه القاهره اعتقد وتم التحقيق معاه هيفجر حاجات كتير.